بدل صينية البطاطس التقليدية اللي باللحمة أو الفراخ عملتها المرة دي بكور اللحمة أو الكفتة. دي مش بس موفرة أكتر، كمان ممكن تعجب اللي مش بيحبوا اللحمة أو الفراخ. في الفيديو ده أنا سويت البطاطس في صينية في الفرن، بس بنفس الطريقة ممكن تعملوها في حلة على البوتاجاز عادي. عشان الكفتة ما تفكش في الفرن ساعات بحط عليها دقيق، بس في حركة تانية عملتها المرة دي وهي اني فرمتها مرة كمان في الكبة. لو ما عندكوش كبة تقدر تفرم اللحمة، اطلبوا من الجزار يفرمها كذا وش زي لحمة الشوي. كمية اللحمة دي كانت نص كيلو، فرمت معاها بصلة متوسطة وعصرتها من المية اللي فيها قبل ما احطها على اللحمة عشان المية اللي في البصل بتساعد على ان الكفتة تفك. تبلت اللحمة كمان بمعلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومعلقة صغيرة بهارات مشكلة. كمان حطيت نص معلقة صغيرة بيكنج باودر علشان تبقى هشة شوية. وبايدي كده عجنت اللحمة والبصل والتوابل في بعض. بعدين قسمت اللحمة على شكل كور، اختاروا الحجم اللي تحبوه بس خلوا بالكم انها بتصغر بعد التسوية شوية على حسب نسبة الدهون فيها. بعد ما قسمتها شلتها في التلاجة ربع ساعة عشان تحافظ على شكلها. بعد الربع ساعة سيحت معلقة كبيرة سمنة على نار متوسطة وحطيت فيها كور اللحمة دي وشوحتها من بره بس. هنا انا مش بسويها، انا عايزها بس تاخد لون من بره، ومش لازم كمان من كل الاتجاهات عادي. شلتها بعد كده من الطاسة وحطيت مكانها معلقة كبيرة معجون طماطم وقلبته شوية. عليهم كوبايتين عصير طماطم متصفيين، بس ساعات بصراحة مش بصفي الطماطم لما بكون مكسل. تبلت الصلصة دي بنص معلقة صغيرة ملح ونص معلقة صغيرة فلفل اسود ومكعب مرقة. ومش بحط بصل في الصلصة عشان بحطه مع البطاطس، فمش عايز يبقى طعمه زيادة عن اللزوم. غطيت بعد كده الطاسة وسبت الصلصة تغلي على نار هادية. في الوقت ده قشرت وقطعت 3 بطاطسيات تقطيعة صينية البطاطس العادية اللي هي بالسمك ده، ومعاها قطعت بصلة متوسطة حلقات رفيعة كده. وعشان عايزها حراقة قطعت قرنين فلفل معاهم، بس دول اختياري طبعا. بعد 5 دقايق كان لون الصلصة بقى أحمر قوي كده وقوامها تقل شوية، كده بقت جاهزة. لو هتسووها على البوتاجاز زودوا شوية مية وحطوا فيها البطاطس والبصل، وفي الآخر خالص حطوا الكفتة تغلي معاهم شوية. في الصينية بقى رصيت البصل أول حاجة من تحت، فوقيه البطاطس والفلفل، وآخر حاجة فوق الكفتة عشان تتحمر في الفرن. وانا اكتفيت بالملح والتوابل اللي في الصلصة عشان تتبل البطاطس، بس ممكن ترشوا رشة من الملح والفلفل الاسود والبهارات على البطاطس نفسها لو حابين. بعد ما غطيتهم بالصلصة حطيت مية مغلية لنص ارتفاع البطاطس، المهم المية تبقى لامسة كل البطاطس، زودوا المية عن كده لو عايزينها يبقى فيها صلصة اكتر. حطيت الطاجن ده في فرن كنت مسخنه على 220، وبعد نص ساعة وطيت النار ل 180 وسبته يستوي من نص ساعة لساعة كمان، كل ده والفرن شغال من تحت بس. بعرف ان البطاطس استوت لما تبقى بتتقطع بسهولة خالص كده، ممكن تشغله في الاخر كده الشواية من فوق عشان تاخد لون، بس انا حسيتها مش محتاجة. دي درجة التسوية اللي انا بخرج عنها البطاطس، بس خلوا بالكم ان البطاطس اللي فوق في الطاجن مش بتستوي زي اللي تحت. وبالنسبة لي الاكلة دي مش محتاجة معاها غير رز بالشعرية، ده اللي عملته. طعم الكفتة بقى مع البطاطس كان مختلف ولذيذ جدا، وعشان فرمت اللحمة تاني فقطمتها كانت شبه قطمة كفتة الشوي، والموضوع ده عجبني جدا برضو، فعايزكم تجربوها وتقولولي رأيكم. ولو وصلتوا للنقطة دي في الفيديو، شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.